شفت الفيديو الاخير يا حس بتاع الشخصيات. شفته. عجبك؟ عجبني جدا. انا بس مقتنع اصلا ان في شخصيات ان احنا عارفين نفهم نفسنا يعني. مقتنع ان احنا شخصيات مختلفة، بس مش مقتنع ان التست للشخصيات دي بتبقى اكيوريت بنسبة 100%. لا ما اعتقدش ان هي اكيد خالص ولا حتى ما انا ممكن اقول لك ان هي مش اكيد بنسبه 70% حتى. صح؟ يعني اصلا انا بحس كمان ان الشخصيات تتغير. يعني انت لو عملت النهارده تيست بتاع الشخصيه ده عشان تعرف شخصيتك ايه وعملته السنه الجايه ممكن يطلع شخصيتين مختلفتين. شخصية تانية خالص. صح؟ انا حاسس كده لان هو ده الطبيعي ان انت بتعدي بمواقف في شخصيتك بتتغير، بتنضج، بتكبر، واحداث في حياتك بتغيرك، واحداث طبعا بتغيرك بنسبه كبيره جدا. بس هل مقتنع ان في كور معين للشخصيه؟ بيبقى في بيس طبعا لكل شخصيه، يعني بيبقى في طبعا طفولتك والتجارب اللي انت مريت بيها اثناء حياتك لحد النهارده طبعا اثرت بشكل ما في ان شخصيتك تبقى ماشيه في اتجاه معين. يعني انت تفكيرك يبقى بطريقه معينه، تعاملك مع الناس بطريقه معينه، استقبالك للامور بطريقه معينه، بتفكر في المشاكل بطريقه معينه. كلنا مختلفين فيها، كل واحد ليه طريقه معينه في كل ده. لكن ما اقدرش اقول لك ان مثلا انا عملت اختبار مثلا اللي هو الانيجرام اللي هو التساع عشان هم 9 شخصيات بالظبط. فانا طلعت شخصيه منهم، فانا هبقى 100% صفات هذه الشخصيه ومش واخد حاجات من الشخصيات التانية اصلا. انا مقتنع زيك. هو استحاله اصلا تبقى 100%. انت لازم على الاقل هتلاقي نفسك في شخصيتين على الاقل خالص. يعني ممكن في شخصيه غالبه عن الثانيه، يعني 60 40 70، بس دايما هتلاقي في شخصيه ثانيه. وممكن تحس انك نوت ريليتد للتسعه. ما هو حاسس نوت ريليتد للتسعه دي يبقى انت في حاجه 10 بقى. ما اعتقدش ان هي فيها حاجه ممكن تبقى مختلفه. اصل انت هتلاقي نفسك دايما في الحاجات دي. صح. يعني هي دايما بحس الحاجات دي بتبقى جايبه شامله اكتر الصفات اللي موجوده في البشر. بس احنا دايما بنفكر فيها بطريقه، وانا بحس ان ممكن يكون التفكير الصح في حته تانية. ان انا بفكر انا شخصيتي ايه. هو المفروض ان انا ما بفكرش كده. ما انا هيفرق معايا ايه شخصيتي ايه؟ انا المفروض يفرق معايا شخصيتي اللي قدامي اللي بتعامل معايا. لا انت من فضول انك تعرف نفسك. ماشي كده انا عرفت نفسي، بس ما استفدتش حاجه جديده. او يعني استفدت ان انا هبقى مثلا فهمت ان انا مثلا ما باخدش اكشن بسرعه، فمحتاج ان انا اخد اكشن اسرع. بس حاسس ان في جزء تاني برضو مهم، فكره ان الشخص اللي قدامي هو شخصيته ايه وبيتعامل ازاي، وايه الحاجات اللي بتضايقه وما عملهاش يعني بحس ان دي برضو فيها فكره ان انت هو ده السبب ان انت ممكن تفهم ال9 شخصيات. لكن انا لو مثلا طلعت شخصيه او شخصيتين هفهمهم واقلب الموضوع. لكن انا بحس الموضوع مش كده. مهم انك تفهم الشخص اللي قدامك. مهم ان انا افهم مهم ان انا افهم كل الشخصيات عشان اعرف لما اتعامل مع حد احاول على قد ما اقدر افهم هو بيتعامل كده على اساس ايه. بالظبط. طب انت شايف ان احنا اصلا نحط الناس في قوالب معينه ونتعامل على هذا الاساس دي حاجه صح؟ ما هي مش قوالب. يعني مش عايز لا هي قوالب طبعا غلط. بس لو انت مثلا شخصيه، انا مثلا بعد ما اتعاملت معاك لقيت ان انت مثلا شخصيه اللي هو بيرفكشنست مثلا. انت شخص مثالي بتحب تعمل كل حاجه على سنجة 10. انا مش كده خالص مثلا يعني بتعامل معاك. فلو انا جيت دلوقتي بقول لك يا عم ما نمشي الدنيا وانت لا قافش ان احنا نعمل حاجه، فمجرد فهمي لان انت جزء من الشخصيات او ده صفه هخليني اتعامل معاك بطريقه اسهل. يعني مش هيخلي الموضوع لا هو كده زي ما انا عايز او انت يعني برضه هي الفكره كلها في حته ازاي تتعامل مع اللي قدامك على اساس شخصيته. انت مش هتغير حد في الاخر. صعب قوي ان اي بني ادم يغير حد تاني، يعني نادرا ما دي حاجه بتحصل. فازاي بقى نتعامل مع بعض على اساس شخصياتنا. بس انت يعني مثلا بما انك ذكرت البرفكشنست اول واحد، انت شايف ان الشخصيه دي حاجه صح اصلا؟ اصل ممكن الناس تشوف ان هو اللي عايز يوصل للكمال ده حاجه حلوه، بس هل دي اصلا حاجه صح؟ ولا شخصيه ولا واحده منهم. يعني انا قريت كتير قوي في الموضوع ده، ولا واحده منهم شخصيه حلوه ولا واحده منهم شخصيه وحشه. يعني ما تقدرش تقول شخصيه حلوه وشخصيه وحشه. هو الشخصيه في الاخر ليها مميزات تقدر تبني عليها وليها عيوب تقدر تتجنبها. صح. فهي دي الفكره كلها. فاول شخصيه البرفكشنست، فاكر من اللي قريته هو من اوحش العيوب اللي هي فكره البروكراستينيشن اللي هي التسويف. ان انت ما تبداش الحاجه غير لما الظروف تبقى مهيئه. وعلى فكره في ناس كتيره جدا لما انا عملت الفيديو بالذات بتاع البرفكشنست قالوا لي ان احنا الشخصيه دي يعني واضح ان دي شخصيه موجوده، يمكن اكتر شخصيه الناس بعتت لي عليها. فهي فكرتها كلها ببساطه دايما الناس بتاجل الحاجه، دايما الناس ما بتبقاش
بتاخد الاكشن بسرعه، او جزء من الناس يعني، مش كلهم اكيد. متعب ليه اللي حواليك يعني؟ جدا صح جدا، دي حقيقه جدا. بس في نفس الوقت ليه مميزات تانية. مميزاته مثلا ان انت على قد ما بتقدر بتبقى عايز تطلع الحاجه كواليتي كويسه، او على قد ما بتقدر بتبقى لو قدرت تتحكم في البرفكشنزم ده نفسه، او في المثاليه دي نفسها، هتطلع شغل كويس. يعني لو عرفت تشوف ايه المميزات والعيوب تتجنبها، والمميزات تشتغل عليها، هتطلع حاجه بجد كويس. واي شخصيه بقى زي دي يعني، قيس على ده بقى كل الشخصيات التسعه. طب الشخصيه دي هتوصل للنجاح في الاخر، ولا مش هيعمل اي حاجه انه مستني القدر؟ لو تغلب على فكره التسويف ده هيعمل طبعا. هيعمل. لكن هو بطبعه بيستنى. اوكي. بس دايما انا مقتنع ان نص حل المشكله هو ان انت تعرف المشكله. فمجرد ان انت عرفت المشكله، فبقيت عارف ان دي مشكله عندك، فبعد كده لما تتعرض لموقف هتتعامل معاها على الاساس ده. اوكي. طيب النوع التاني اللي هو الجيفر ده انا عندي مشكله معاه كبيره. ايه بقى؟ ان انا حاسس ان هو فقد الثقه في نفسه، فبيكتسب ثقته من اطراء الناس حواليه لانه عمال يديهم كتير. على فكره بقى ان ده كمان قريته على الاتشيفر مثلا، نفس اللي انت بتقوله ده بالظبط، اللي هي الشخصيه الثالثه الاتشيفر. بيقول لك ان هو شخص مهندم جدا ومنظم جدا وكاريزماتيك جدا وكل حاجه، بس نجاحه بيجي من الناس اللي حواليه، ودي في حد ذاتها قله ثقه في النفس. ونفس الكلام على الجيفر، بس الجيفر ما بيستناش رد فعل على قد ما هو كده بيدي. يمكن هو ده الفرق بينه وبين الاتشيفر. مش حاجه صح، ما تقدرش تقول ان هي مش حاجه صح برضه يا حس. حاسس ان هي يعني بالعكس، الشخص المعطاء ده لو الناس اللي حواليه قدروه صح هيبقى حاجه كويسه. ما هو اصل في الغالب بتلاقي ان الشخص الجيفر ده بعد كده بقى بيصيح بقى، فاهم؟ هو انا بدي ومحدش مقدر، ويقعد يكتب بوست على الفيسبوك بقى، فاهم؟ شخص دراماتيك شويه. تدل على معاناته بقى. وبعدين انت لو فضلت تدي لشخص، وده غالبا ده اللي بيحصل اصلا في الحياه، انك تدي شخص ما يقدرش ده، او هو بطبعه مش هيديك بنفس المقدار، فانت هتصاب بالاحباط يعني. صح. فيحصل لك مشاكل نفسيه. صح. فمش حاسس ان انت تبقى جيفر دي حاجه حلوه يعني. حاسس ان انت المفروض تتخلص منها. تتخلص من صفه. هدف. ما هي الفكره كلها تتخلص من صفه في الصفات اللي موجوده فيه، وده حاجه طبيعيه. ما زي الشخصيه الاولانيه ان انت تتخلص من البروكراستينيشن ده، فانت كجيفر محتاج تتخلص من فكره ان انت العطاء اللا محدود. بالظبط. فده كده محتاج اللي بلا مقابل، ومش هتتخلص منه على قد ما تحدده يعني. لا اصل هي لو الدنيا مش رايحه جايه هتبقى غير متوازنه. طب ما انت ممكن تلاقي الشخص اللي قدامك بيدي معاك، هو ليه لا؟ ليه دايما شايف الموضوع من ناحيه وحشه؟ ليه دايما شايف ان هو هيستغل؟ طب ما هو ممكن اللي قدامك حاسس يعني تعمل يستغل. صعبان عليك. هيحصل يعني اللي بشوفه حواليا يعني، حاسس ان ده هيحصل بصراحه. صح. بس الاثنين جيفرز مش هيعرفوا بقى يتعاملوا مع بعض، لانه اتفضل انت الاول بقى بعض كده، فاهم؟ تحس الموضوع. بس انا برضه حاسس ان انت محجمه في صفه واحده. هو في صفات تانية كتيرة ممكن يبقى فيها صفات كويسة. ايه هي مثلا الصفات الكويسة اللي في يعني مثلا بحس ان الحاجات اللي انا فاكر ان انا قريتها على موضوع الجيفر ده، ان هو شخص محبوب جدا، او علاقته بالناس عامة كويس. من كل الناس يعني؟ يعني معظم الناس، يعني الناس فعلا بتحبه وشايفة ان الموضوع ان هو شخص يعني صديق كويس. ليه مميزات تانية يعني، فعلا ليه مميزات كتيرة. وبعدين برضو من الحاجات اللي انا كنت قريتها، بس دي يمكن دي برضو عندي برضو، بس تكمل. في جزء كده معين عامة برضو موجود في حتة الانيجرام دي، بس هو صعب شوية ان انت تشرحه بسهولة. يعني فكرة ان انت كل شخصية من دول ليها شخصية معينة دي هتبقى احسن تعامل معاه، وليها شخصية معينة دي هتبقى صدامية جدا معاه. خلال التسعة برضو. في التسعة يعني انا مش فاكر برضو. ده شغل ابرار ده. ايوه في حته كده شويه. فهي فعلا مثلا يقول لك ان البرفكشنست ده احسن واحد يتعامل مع مثلا البيس ميكر، والمش عارف الاتشيفر احسن اوحش حد يتعامل، فاهم؟ مقسمينها كده بطريقه ان هم ميكس اند ماتش كده يعني. فبرضه دي ممكن تكون حاجه مهمه يعني، فكره التوافق توافق الابراج والحاجات دي، فشبهها شويه. بس انت قلت حاجه ان هو الناس كلها بتحبه، انا وكانها يعني حاجه حلوه. انا مش حاسس ان الناس كلها تحبك دي حاجه حلوه ليك. ليه يا عم بس انت ده ليه الضلمه؟ مش كفايه انت لابسين اسود؟ لان انت الناس كلها متفقه عليك، او الناس كلها بتحبك، لان انت حاجه من الاثنين. يا اما انت شخص منافق فمحدش عنده ليه مشاكل معاه، فانت بتقعد مع ده تنافقه خليها
مثلا وتقعد مع ده وهكذا. يا اما انت شخصيه بقى كده ما فيلكش اي اراء في اي سطحي. حاجه، سطحي ومالكش مفيش حاجه بتضايقك، مفيش حاجه بتزعلك، مفيش حاجه بتفرحك، فاهم؟ شخص كده ايه، خطك واحد، فاهم؟ فالناس يعني انا هو ايه اللي هيعمل الصدمات اللي تزعلني بينك وبيني؟ ان احنا نختلف في اراء، ان انا مثلا يحصل تنافس في شيء ما، فانا ابقى انجح منك او انت انجح مني، فنبدا كده يحصل تنافس فنجز على بعض شويه. صراعات الحياه الطبيعيه، فبالتالي مش هتبقى محبوب بشكل كبير يعني هيبقى محبوب فيك يعني. مش حتى لو مش كده تبقى انت خلاص ليك بقى ناس بتحبك وناس بتكرهك زينا كلنا، يعني ناس متفقه معاك وناس لا، او ناس متضايقه من ان انت مثلا في الشغل ناجح فعشان انت سبقتهم وكده، فاهم كل ده. لكن لو انت شخص مالكش اي دور في اي حاجه محدش هيتضايق منك وانت قاعد، يعني هنضايق منك ليه؟ فدي حاجه سلبيه ليك يعني. صح. بس يا حسني يعني انا برضه هقول لك حاجه عليك انت نفسك. انت مثلا من الناس ليك فكرك وليك دماغك وليك كل حاجه، بس مش بتحب تخش في صدمات كتير خالص. يعني ممكن يعني ممكن تفكس لمجرد ان انا ايه ما نخشش في الصدام مع بعض. طب ما مثلا حاجه زي كده، هو مش لازم الشخص الجيفر ده يبقى هو شخص ممكن يبقى سطحي، وممكن يبقى يعني منافق، دي خليها ده بقى يعني حاجه تانية مختلفه يعني. لكن انا بتكلم في فكره ان انت ممكن تكون، انا يا جماعه على فكره وفي ناس فعلا انبساطها بيبقى من انبساط الناس اللي حواليه. صح ولا غلط نتفق او نختلف عليها، بس في الاخر هي دي شخصيته. يعني في شخصيه عندها الانا بتاعتها عاليه جدا، فانا لازم اكون انا مبسوط ولازم اكون ساتسفايد ولازم احس ان انا السنتر بتاع العالم بتاعي. في ناس كده، في ناس موضوع بزياده عندها حته بقى النرجسيه والحاجات دي كلها، بس دي الاكستريمز يعني. في ناس تانية لا، انا يا جماعه احنا مبسوطين مع بعض، وان احنا الحياه انا انبساطي نفسه بيجي من انبساط الناس اللي حواليا. الناس اللي حواليا فكره انا حاسس ان هو هيكون شخص لطيف، يعني مش لازم يبقى ضعيف الشخصيه ومش لازم يبقى مكسور. ده اللي هو مين؟ الجيفر. مش يعني ممكن انت بتقول يكون صح، بس في نقطه تانية فكره ان هو ممكن يبقى قعدته حلوه وان هو مش صدامي، فالناس بتحبه لمجرد ان هو مش صدامي. حتى لو ليا راي معين، بس انت يعني خلاص تقبلته والدنيا تمام وعدينا الموضوع وبتاع من غير ما نخبط في بعض. يعني حاسس ان هو ليه عيوب. انا زي ما بقول لك انا مش مقتنع ولا شخصيه وحشه ولا شخصيه حلوه. في عيوب بس في مميزات. اوكي. فيعني لغايه دلوقتي انت في بيرفكشنست والجيفر انت شايفهم وحشين يعني. مفيش حد حلو لغايه دلوقتي. يعني بالنسبه لي كل حاجه بقى انا جاي اكسر بقى الفيديو، جاي انت على طول تيجي تكسر. يا عم كسر يا باشا. تالت واحد بقى الاتشيفر. الاتشيفر ده انا بحسه هو دايما بيقول لك ان هو ده يعني ده اسهل حد تطلعه من وسط الناس. شخص كاريزما، عارف انت الناس اللي هي دايما مظبوطه، يعني تحس ان هو ايه لبسه مظبوط وشكله مظبوط وما بيتبهدلش. عارف انت في ناس كده تحسها فعلا ايه انا مظبوط، بس في نفس الوقت مثلا يعني دي حاجه كويسه جدا يعني. هو اتشيفر في ايه بالظبط؟ هو شخص لا هو مش لازم اتشيفر في حاجه، هو شخصيته اسمها ده اتشيفر. هو شخص منجز عموما، هو دي نوع الشخصيه بتاعته. اوكي. فمش فكرته ان هو بياتشيف حاجه، بس هو دايما بيقول لك ان هو بيحب قوي يحس مثلا بالقيمه بتاعته ويحس ان هو ليه قيمه وبتاع فالكلام ده. اوكي. وشخص في نفس الوقت كاريزما، بس قصاد ده كومبيتيتيف جدا، ما يحبش حد ياخد منه الجو بتاعه كده. اوكي. هو شخص يعجبني مثلا انه عنده هدف. بس ده برضو قصاد ده زي ما بقول لك هو من ضمن عيوبه ان انت والله واحد الناس دي بياخد يعني تقبل الناس ليه بيبقى ليه حيز كبير قوي. انا ده حاجه ما تعجبنيش. يعني فكره ان انا يبقى شايف قيمتي من عين الناس اللي حواليا. يعني لو الناس اللي حواليا ما قدروش ان انا بعمله او ما شافونيش بشكل معين يبقى انا كده ما استحقش الشكل المعين ده. دي نقطه ضعف طبعا مثلا. يعني في الاخر انت بتتكلم في حاجه يعني المفروض هو يبقى حاسس بقيمه نفسه، فمش محتاج ياخد ده من حد. المفروض هو مش حاسس بقيمه نفسه بقى، هو دي كلها واجهه. اوكي. فبرضو يعني دي نقطه مهمه. فكل الحاجات دي انت بتتكلم في حته ان هو دي واجهه عاملها علشان يعني هو من الاخر الساتسفاكشن بتاعه من نظره الناس ليه. فهو بيحاول ما يقدر يحسن شكله عشان نظره الناس ليه تتحسن فيزيد ساتسفاكشن. هي دايره يعني. انا فاهم، بس يعني انا بحس ان انت لو مش حاسس بقيمه نفسك ومش بتصدرها للناس وان انت فعلا عندك ثقه في نفسك ان انت كويس في الحاجه دي وحاسس بقيمه نفسك ككل، محدش هيضايقك اصلا.
طول ما انت صح شايف نفسك بطريقه دونيه، هتفضل الناس شايفاك زي ما انت شايف نفسك. حتى لو انت في اعماق نفسيتك شايف ان انت كويس، بس محتاج الناس تشوف ده عشان انت متبقاش انت اللي بتقول محدش هيديهولك، يعني قيمتك محدش هيديهالك، انت اللي لازم تديها لنفسك وتحسس الناس بيها، فيحصل ريفليكشن منك للناس ويرجع لك تاني. صح. انا مقتنع زيك جدا. صح. انا شايف بصراحه فكره انت محتاج تبقى معتدل، لا شخصيه ضعيفه ولا معتمد تماما على الناس، ولا برضو فكره ان انت ضاربها صرمه، ان انا مش فارق معايا بقى الناس، مش فارق معايا شكلي واطلع بقى اخرج بالبيجامه وبتاع. يعني برضو مش مقتنع قوي بالفكره دي، ان انت حاسس ساعات الواحد بيحب يبقى بوهيمي كده ساعات. بس في ناس بتبقى ده اسلوب حياه بالنسبه لها، انا يعني ما بحسش ان ده. في ناس بيبقى لايق عليهم وبيبقى شخصيته كده فتمام، احنا ما عندناش مشكله معاه. وفي ناس بيبقى يعني شكله مقرف يعني. دي حقيقه. دي حقيقه. يعني انا مثلا افتكرت دلوقتي في موضوع قيمه نفسك والكلام ده، مثلا محمد رمضان، انا بحب فيه ان هو حاسه عارف قيمه نفسه، برغم ان الناس ممكن تنتقده والناس كلها، بس هو ثابت في حته ان انا عارف قيمه نفسي وان انا نمبر 1. حتى هو حاسس فبمرور الوقت الريفلكشن ده حصل فعلا ليه تاني، فاهم؟ صح، متفق معاه. بس هي في شعرايه انا برضو مش عارف احدد بالظبط، مثلا زي محمد رمضان ده فين فيها شعرايه في حته بين الثقه في النفس والغرور. هل المفروض ان الشخص يقول على نفسه نمبر 1؟ ان هو شايف نفسه نمبر 1؟ انا ممكن اكون شايف كده، اي بني ادم ممكن يكون شايف ان هو احسن واحد في الدنيا، حقه تماما. بس هل المفروض اروح اقول للناس كلها يا جماعه انا نمبر 1 وما حدش هيجي جنبي؟ بيزد على حاجات. لو انت عندك حاجات منطقيه ومقنعه انك تقول عليها انك نمبر 1، قول نمبر 1 دلوقتي في خلال قد ايه؟ نمبر 1 دلوقتي، نمبر 1 طول حياتي، نمبر 1 على التاريخ، نمبر 1 في ايه؟ لا يعني ما انا ممكن اعمل اغنيه تبقى ترند لمده اسبوع، ما انا نمبر 1 لمده اسبوع ماشي، لكن في الاخر طب ما هو بقيه الاسابيع انت عندك سنه كامله وسنين يعني مثلا لو انت مثلا الممثل الاعلى اجرا فانت نمبر 1. لو انت فيلمك طب ما هو نمبر 1 كاجرا، لكن طب ما هو انت مش احسن ممثل. مين اللي قال ان ده انت احسن ممثل؟ بالارقام، لانك يعني اعلى اجر. طب اقول لك حاجه، انا دلوقتي يا عم واحد نقعد نختلف بقى، ما هي دي بقى الاختلافات اللي هنخش فيها، وفي الاخر هنرجع للبيز، للمنطق، للارقام. مش لا ما هو ارقام، لا برضه مش ارقام، انا مش مقتنع ان هي ارقام. ما اقول لك موقفين. ممثل بياخد اعلى اجر في مصر، يبقى معنى كده انه اكتر واحد مطلوب. وفي ممثل تاني هو الانجح. لا، في ممثل تاني ما خدش اعلى اجر في مصر بس خد اوسكار، اول مصري ياخد اوسكار، وده رقم واحد برضه. لما تيجي تقارن بين الاثنين مين اللي فيهم رقم واحد؟ ما تقدرش تقول الاعلى اجرا. اشمعنى؟ عشان اللي خد اوسكار ده خده عن دور عمل، كان مش يكون اشطر ممثل في الدنيا يعني، او طول الوقت. بعد كده عمل ايه؟ بعد كده وصل ليه؟ ممكن يكون يعني فضل ياخد اوسكار على طول، او فضل ثالث رابع واحد مثلا. وبعدين الجايزه الاوسكار دي اللي هو فعلا خدها هترفلكت اجره 100%، فهيعلى، فهيبدا يعني انا شايف ان الارقام دايما في الحاجات دي هي اللي بتحدد. لكن لو سيبناها لارائنا الشخصيه فكل واحد يقول اللي هو عايزه وهنتوه بقى. بس برضه بالذات الحاجات اللي هي الفنيه دي يعني ما انت برضه انا حاسس احنا رحنا في حته الفن دي فانت حاجه. لكن مثلا اقول لك حاجه، احنا الاثنين نعمل دلوقتي قد بعض وشغالين في نفس المجال، بس انا باخد مرتب اعلى منك ب 5-6000 جنيه، هل انا احسن منك؟ لا ممكن انت في هذا المجال اشطر. لا ممكن يبقى رزقك لسه ما جاش، هو برضه الموضوع هو الارزاق ماشي بالظبط. يعني ممكن يبقى انت تيجي بعد 10 سنين تبقى انت مرتبك ضعفي، يبقى انا في ال10 سنين دي اشتغلت على نفسي وبقيت احسن منك. والله ساعات يحس كتير بيبقى الموضوع مش علاقه باللي انا بقوله ده، مش بس شو كده الاجتهاد مطلوب مننا احنا الاثنين، ممكن احنا نكون بنجتهد زي بعض، بس في الاخر انا بحس ان الارزاق بتتوزع، احنا بصينا عليها بنظره ضيقه قوي، لا فلوس. ممكن يكون ربنا كاتب لي فلوس اكتر بس عيالي متعبين وبعيا ومش عارف ايه، ممكن يبقى الموضوع ملوش علاقه بس بالفلوس. يعني الفكره الدينيه والفلسفيه للرزق العميقه دي طبعا انا متفق معاك فيها جدا، ان الرزق مش بس فلوس. بس لو هنتكلم في قصه ان احنا الاثنين دلوقتي 2 خريجين من نفس الجامعه بنفس التقدير، وبعد 5 سنين انت رحت في حته ابعد مني شويه، يبقى مؤكد انت عملت حاجه ازيد مني طبقا لقوانين الحياه. انا مش مقتنع ان هو برضه بشرط، لا ممكن يبقى ظروفنا مختلفه. انت مثلا انا واحد مثلا ما اتجوزتش في ال5 سنين دول وانت اتجوزت، فانا بقى عندي الفرصه ان انا اخد ريسك اكبر، الريسك ده كان ممكن يعليني وينزلني، حظي انه علاني. انت برضه عايز ترجعني لفكره الفلسفه مش ما هو اصل هي الحياه كده. ما هو انا مش مقتنع بفكره ان احنا نقف عند لحظه معينه ونقارن.
انا دي حاسس ان هي حاجه ظالمه لايا كان للطرفين، لان هي مش لحظيه، هي عمرها ما كانت المقارنه لحظيه. ماشي، يبقى انت اخترت انك انت هتتجوز وتتشغل شويه عن الشغل تتاخر مثلا. لكن حاجه اقارن بيني وبينك في الشغل. انا ممكن الممثلين كلهم بيعملوا حاجات جنب شغلهم مرجعهم لورا ومؤثره على ممكن طبعا صح، فلكن احنا بنقارن بشغلهم اللي قدامنا. ما انا حاسس ان هي مقارنه غير عادله، فكره ان انا اقارن. لا ما ينفعش بقى لما اجي اقارن بيني وبينك في الشغل اقعد اجيب بقى حياتنا كلها. ما هي انا بصراحه انا ضد نرجع كلنا متساويين. ما انا ضد فكره المقارنه، فانا بحاول اكررك. ما انا بجد فكره المقارنه دي بالنسبه لي من الحاجات اللي هي انا شايف ان هي من اوحش الحاجات اللي ممكن اي حد يعملها، مش عشان هو وحش ولا ايا كان بقى فيها، ما اعرفش يعني وحشتها فين، بس قصدي فكرتها ان انت بتضيق فكرك قوي. يعني ان انا ابص على اختزلك واختزلني في رقم، انا حاسس دي حاجه يعني مش اختزال. ما انت دلوقتي قارنت نفسك، يعني انت حطيت نفسك في مرتب وانا وقارنتك بمرتبي، فاحنا الاثنين بقينا ارقام. انا مش حاسس ان دي حاجه منطقيه، يعني حاسس ان هي لا، انت في حاجات تانية ابعد بكتير واعمق بكتير، والموضوع مش بس فلوس. بص مهما رحنا وجينا هدخلك فلسفه، فيعني على المستوى العملي مادام لو رجعنا ان احنا كنا متساويين في نقطه ما، وبعد فتره انت رحت في حته ابعد او انا رحت في حته ابعد، فمن المؤكد ان في جزء العملي بعيدا عن العوامل الاخرى في الحياه حد اشتغل على نفسه اكتر من التاني واجتهد بشكل اكبر من التاني، فبالتالي بقى فاهم اكتر من التاني وبيدي وقيمته العمليه عليت فبياخد فلوس اكتر. ده اي بي سي كده تفكير، فاهم؟ يعني كده بتحل مساله ماس كده، 1 زائد 1 يساوي 2. بحس ان الحياه مش كده، يعني الحياه مش 1 زائد 1 يساوي 2. انا دايما عندي فكره هتقول لي اصل اللي بقى ياخد مرتب اقل راح يتجوز، واصل ده غير ده جزء، وجزء تاني ان ممكن بعد فتره لما ده كان بيتجوز ده راح خد كورس فتزق شويه في الجزء العام، يكون ده ما اتجوزش مثلا او حياته العمليه مش ناجحه زي بالك فرص حياته الشخصيه قصدي. ممكن يبقى الاثنين بيعمل نفس المجهود وجات لك فرصه وما جاتليش، يعني هل انت يعني معلش يعني دلوقتي احنا الاثنين لو مقدمين احنا بنعمل كل حاجه بالظبط، مع ان دي حاجه صعبه ومستحيل، بنعمل كل حاجه زي بعض بالظبط، وجات وظهرت فرصه معينه في شركه كبيره وبتدي مرتب عالي، واحنا الاثنين قدمنا وهم عايزين واحد بس وخدوا واحد بس، ايه اللي يفرق لو احنا كل حاجه علينا زي بعض؟ ما هو مفيش حاجه، ما هو عمرنا بالظبط. لكن انت صح عمرها ما هتحصل، بس لو انت ثبتت كل المعايير ففي الاخر في جزء توفيق بتاع ربنا مهما رحنا ومهما جينا. ونعم بالله طبعا. انا مقتنع ان في جزء. يا عم لا انا والله معترض على دي، بالعكس انا ماشي جدا بالموضوع في الحياه. انا حاسس ان الموضوع صعب كله على الله، صح، وصعب قوي بس بحس ان احنا لو استسلمنا لهذه الفكره فاحنا بنخبز حق اللي اجتهد. نقول ما هي ارزاق يا سيدي، كله ارزاق، ما هي كلها ارزاق. انا مش معنى ان احنا نخبز حق اللي اجتهد ده خالص برضه، بس فكره ان انت لو ما جالكش الرزق ده دلوقتي فمش معنى كده ان انت اوحش، او مش معنى كده بالظبط. ده اللي انا عايز اوصله في الاخر. ممكن يكون كده في واحد اجتهد اكتر، او في واحد او ما اجتهدش ووصل. يعني الفكره كلها انت بص لها من انهي زاويه. بص لها على الشخص اللي اجتهد، فطبيعي ان هو اجتهاده ده يكافئ، وكده ربنا هيديله على قد اللي هو بيجتهد ده. انا مقتنع بدي جدا. بس في نفس الوقت لو واحد عامل اللي عليه جدا ومش واصل للنقطه اللي هو عايز يوصل لها والناس اللي حواليه اعلى منه، فده مش معناه ان دي اخر الدنيا، مش معناه ان هو يبطل اجتهاد. ممكن يبقى الاجتهاد بتاعه ده هيجازى في حاجه تانية قدام. ممكن بيجتهد في الطريق الغلط طبعا، ممكن هو كده اكيد محتاج يبص على الموضوع بنظره تانية، محتاج يبص على الموضوع صح جدا. ما تاخدناش يا عم، احنا دخلنا في حته فلسفيه بتاعت الساعه افكار 4 الفجر دي. خش على الشخصيه اللي بعديها. احنا الشخصيه الرابعه ايه؟ الرابعه احنا عندنا اصلا في من الشخصيات، يعني خلينا نمشي بالترتيب يعني ماشيينهم كده يعني. ماشي. عندنا الشخصيه السكيبتيك او اللي هو المتردد في كل حاجه بياخدها. شكاك. اوكي. ده برضو من الناس اللي على الكلام اللي كان مكتوب ان هو شخص ذكي جدا، ومن كتر ذكائه فبيشك في كل حاجه. يعني عارف انت فكره ايه؟ ما ده هيتجنن في الاخر يعني. بس انت بتبقى شايف، زي ما بقول لك، انت بتبقى شايف عيوب بتحاول تعالجها. يعني انا مثلا لو واحد بشك فعلا في كل حواليا، مثلا انا اعرف ناس كتيره كان عندهم في ناس. انا اصلا ما بعرفش اتعامل، بتقرف من الشخص ده.
لا انا اعرف ناس، وعلى فكره هو الموضوع بيبقى حته التراست ايشوز دي بتبقى عنده زياده. طب ما ده موضوع مقرف ومهلك يعني، بيحرق طاقه على الفاضي. مجرد انك شاكك مفيش حاجه يا عم، عادي خليك عادي. لا انا مش في ايه يا ابني بجد الناس عندها هس وهواجس دي متعبه لنفسها واللي حواليها، وخلاص بيبقى دايما شايفها ده الصح، يعني ما اعرفش انا بيتعبني جدا هذا النوع يعني. هو بص بقول لك، هو لو متحكم في العيب ده الرئيسي فهو هيبقى يظهر جوانب اخرى كويسه. اوكي. في واحد تاني طب شبهه قوي بس مش واخدها من ناحيه الشك، فكره بقى ان هو محقق، اللي هو الانفستيجيتور ده، اللي هو كل حاجه فاهم بيحب يجيب تفاصيلها وديتيل اورينتد جدا. انا احب ده ماشي ده بس ده متعب برضه. انت ازاي حد بيركز في التفاصيل قوي يا حس، وقاعد بقى انا كل حاجه بعملها انا شايف بقى التفصيله بتاعتها، ونخطط بقى مثلا مسافرين سفريه احنا هنتحرك الساعه كام ومين هيركب في عربيه مين وهنروح بقى. ما ده برضو التفاصيل الكتيره دي ساعات الحياه تبقى اسهل من كده يعني، تبقى بتزهق يعني برضو خلي بالك انت، ما ده اللي بقول لك عليه في الاخر، انت كل حاجه هتشوفها ايه من ليها. بس ده بينجح في الجانب العملي برضه صح؟ بينجح في حاجات معينه يعني، ممكن لو اشتغل مثلا في البوليس في القضاء في الحاجات دي اعتقد ما بيسيبش فاسفه. بالظبط. هتلاقي مثلا في الحاجات اللي هي لها علاقه بقى مثلا الحاجات الجديده الكودينج بتاع، بيركز قوي بقى في كل حاجه بيعملها. فهتلاقي الكود مثلا ما بيطلعلوش ايرورز بسهوله لان هو بيبقى مركز وبيهتم بالتفاصيل قوي، فتلاقيه منظم. اوكي. المحقق كونان. ده محقق كونان. اوكي. يعني في حته انت منظم يحس في حياتك خالص؟ لا بالعكس، عشوائي جدا لأقصى درجة. يعني حاجة ممكن نتكلم عن الموضوع ده في فيديو لأن عكسك تماما للأسف. لا يعني في حتة من حتة المحقق ده في حتة الديتيل اورينتد شوية بالذات بقى في الشغل، يعني في الحتة دي بالذات في الشغل بتظهر قوي حتة إن أنا بركز برضو في كل حاجة وما طلعش حاجة غير لو مظبوطة 100%. فدي بحاول أعمل كده بس يعني شخصيتي تغلب عليا إن أنا somehow عشوائي يعني. أوكي. في حياتي حتى في كل حاجة يعني، دايما بنسى اللي ورايا، دايما بعمل كذا حاجه في يعني كده يعني فلا مش ما اقدرش مثلا بصحى اقول لك انا هعمل كذا النهارده وكذا النهارده وكذا، بحط برامج لنفسي دي لا عايش انا كده شويه حاسس الدنيا اريح كده. هي اريح طبعا بس انا بحس لما بسيبها كده بتبهوى ساعات طبعا بتبهوى. يعني انا عندي دايما الحته بتاعت دايما عايز احاول على قد ما اقدر استغل اليوم باحسن صوره، وده ياخدنا بقى للشخصيه كانت تقريبا الثامنه اللي هي تشالنجر ده. انا لما عملت التست طلعت التشالنجر ده. فكرته بقى انت مبسوط كده ليه؟ مش مبسوط انا مجرد انا تشالنجر وده بقى يعني برضو من الحاجات اللي انا قريتها وبحاول من ساعه ما قريت الموضوع اشتغل فيها على نفسي، ان هو اكتشفت ده فعلا فيا، ان انا بحاول اضغط على اللي حواليا مش بس بضغط على نفسي. يعني كده الضغط على النفس ده حاجه اصلا صعبه يعني مهلكه عموما يعني. فمش بس ان انا بضغط على نفسي، ده انا بضغط على اللي حواليا كمان، ان انا عايزهم يبقوا احسن وعايزهم يبقوا يعني فاهم في حته كده ايه اللي هو لا انت ازاي واقف يعني زي ما بتعملش حاجه، لا انت المفروض تعمل كده يعني. فحسيت ان الموضوع مش صح ان انا عامه احاول اضغط على اللي قدامي، ممكن يبقى مش في نفس الستيت اللي انا فيه بالظبط. وحاسس الموضوع اصلا يا عم انت مكبر عليه. صح جدا جدا. فحسيت فعلا دي حاجه من ساعتها بحاول فعلا اقللها شويه. بصراحه دي حقيقه فعلا. ما هي دي الفكره، انت بتشوف ايه الحاجات الوحشه، دي ميزه الموضوع انك تعرف شخصيتك تحاول تقلل العيوب شويه. بالظبط. يعني شايف ان اصل كل شخصيه تلاقي فيها عيب قاتل فلو انت عرفت تعالجه طب البيس ميكر ده جميل. البيس ميكر ده انت احس يعني حاسس ان ده ممكن يبقى شخصيتك. بس في برضه عيب فكره السلبيه، بس انت مثلا عارف تعالجه، انت مش شخص سلبي. بحاول ساعات يعني والله. بس انت الشخص اللي هو البيس ميكر ده بقى بجد بالناس اللي يقعد في اي قعده الناس كلها تحبه. مش برضه فكره الناس كلها مالوش اراء والكلام ده كله، بس قعدته دايما بتبقى حلوه بفكره انه ما بيعملش مشاكل يعني. مش صدامي مع الناس، مش شخص اللي هو بيصطدم وبيروح وبيجي. لا يا جماعه تعالى مثلا ايه هو متخانقين على هنسافر فين، طب ما تيجوا مثلا نعمل فوت، هو اللي يطلع بالفكره دي. يعني هو مش هيقول اي حاجه بس مش هيبقى عايز يضايق حد على حساب حد. انا يعني بالنسبه لي في حته الحاجات دي ما بتفرقش يعني، ما دام حاجه مش تفرق معايا واكبر دماغي. ما دام حاجه هنعمل كذا ولا كذا الاثنين واحد، الاثنين مش هيفرقوا معايا، مش هموت يعني عملنا الاختيار التاني، وغالبا مش على مزاجي قوي يعني خلاص هنعمله يعني. بمشي الدنيا يعني. ما دام الناس لان في
في ناس في ابسط التفاصيل ممكن يعني فاهم يبداوا يعني فاهم يتنشنوا وياخدوا الموضوع على اعصابهم. الدنيا ما بتبقاش مستاهله. بختار ان انا اصطدم في الحاجات اللي تستاهل. صح. في الشغل عامه دي حاجه انا شايف ان هي مريحه جدا. فحاجه بقى فيها مصلحه، حد بحسه جاي عليا جاي على حقي، هبدا اصطدم. لكن عادي يعني الدنيا تمام، واحنا اصلا جايين نفنفن والموضوع بسيط، فشوفوا انتوا عايزين ايه وانا معاكم. انا مقتنع زي لحد ما احس ان انا ده بقى لا كده كفايه يعني، او ان انا اللي بيحصل ده غلط. بس مش في، هقول لك برضه هسألك سؤال، ما بتحسش ان ممكن الناس تستغل ده فيك؟ طبعا بيحصل، وساعات ببقى فاهم ده ومكبر دماغي. وساعات بقول لك بقى يعني لو انا بقى حسيت ان في مزودنا بقف يعني. اوكي. بس عادي يعني لو بقول لك في الاخر ما ده مش فاهم معايا، اعمل اللي انتوا عايزينه. مش عارف، بس انا بحس دايما فكره الاستغلال، حتى لو انا يعني مش فارق معايا، بس انا مجرد ان انا احس ان في حد اللي هو بيستغل مش هقول لك طيبتي يعني، بس بيستغل ان انا مش فارق معايا، بيفرق معايا يعني بجد والله. يعني انا ممكن ما بقاش فارق معايا خلاص الموقف، وداخلين مثلا متفقين على مكان نخرج فيه، انا مش فارق معايا، مش ما عنديش حاجه معينه هعملها، بس فكره ان انا اتلغي او ان هو يبقى كده كده مش فارق معايا فتعالى احنا نقرر، لا ما احبش بقى، لا ده انا فارق معايا، ده احنا نروح في مكان معين بقى. بتحجر دماغي. يعني انا ساعات بحس ان هو بكبر دماغي اكتر يعني. لا ما انا مختلف. انت شايفني اهبل يا سيدي، شوف اللي تشوف يعني والله هو صح، انت اريح بصراحه، انا متفق معاك جدا ان انت حتى هو في الاخر هو فعلا مش فارق يعني. هو فعلا مش فارق معايا من الاول، بس اللي هو ايه، تحس ان الشخص مش فارق معايا انت شايفني ازاي اصلا، دي المرحله الاعلى، دي نقطه ثانيه. انا دي يعني انت شايفني ازاي بقى، شايفني واحد ماليش لازمه يا سيدي، شوف اللي تشوفه. فاهم يعني والله بجد، اصل هي الدنيا ابسط من ان انت تقعد تخش في معارك عشان الحاجات دي. صح. انا دي اريح طبعا. اخش في معارك عشان حقي في صح. شغل حقي في مشكله مع ناس معينه على حاجه فيها مصلحه، ماشي اتكلم واخش واقول رايي واحجر دماغي. لكن الحاجات اللي هي البسيطه اللي الناس اللي انت قصدك عليها دي، ممكن اكبر فيها دماغي على الاخر، عشان اصلا ببقى طالع من المعارك التانية مش قادر. اوكي بس دي بصراحه شايف ان هي ميزه. بس بقول لك انا ما بعرفش، بس في الفكره بتاعت احساس ان انت مالكش لازمه لما حد بيسترس عليها ان هو دي بصراحه بتضايقني. لكن في الطبيعي ممكن اكون شبهك في حته ان انا ساعات كتير ما بيبقاش فارق معايا، بس لحد ما حد يقوم ضاغط على الحته دي. وخلي بالك انا من النوع اللي هو ايه، لو انا انتوا اتفقتوا على حاجه مش عجباني مش هاجي. تريح دماغي بقى خالص بقى. لو يعني لو انا مثلا دي مش عايزه، فانا قلت لكم يا جماعه طب انا شايل معايا بس خلوا دي احسن. لا 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 دي احلى، كلكم كده متفقين على حاجه مش على هوايه. اوكي مش هاجي يعني عادي، مش هزعل يعني مش هزعل بس ما هنسحب. انا شايف بصراحه هو عيب شخصيه البيس ميكر دي حته السلبيه. انا حاسس ان لو اي حد بيس ميكر وعرف يتحكم في حته يقلل الجزء بتاع اللي هو السلبيه المفرطه، ممكن على فكره هو انت مثلا عارف تاخد مواقف في الشغل، في ناس يبقوا برضو مكبرين دماغهم في الشغل ودي حاجه وحشه، بس شايف ان دي حاجه لا انت محتاج تاخد فيها موقف. لو انت كده يعني انت كده الشخص مش هيبقى ده بقى اللي قلت لك في اول ملوش راي بقى وسطحي وبتاع. صح، ده فعلا الناس هتركبك من الاخر. صح كمان دي حقيقه، انا مقتنع دي هتبقى. وفي ناس للاسف بتعيش وتموت كده يعني ما اعرفش، بحس ان هي مش حاجه صح، المفروض يطور من نفسه. صح، انا مقتنع زيك. في واحد بقى فروع لوز، ده بقى اللي هو الانثوسياست، اللي هو المتحمس بقى لاي فكره، ده اللي يقول لي تيجي تقول له يلا نفتح مشروع، يلا نفتح بلاي ستيشن، يلا نسافر دلوقتي، يلا. عارف انت اللي هو ايه معاك في اي حاجه ده. اوكي. بس ده مختلف عن بيس ميكر مش فارق معاه، لكن ده متحمس، ده يلا بينا يعني يلا نخرج دلوقتي. اوكي. واللي هو بقى اعتقد ده لو انت بقى اصل خلي بالك في اختبارات تانية كتيرة في موضوع الشخصيات ده. في واحد اللي هو بيطلع شخصية اذا كانت انتروفيرت ولا اكستروفيرت والحاجات دي كلها. فالمتحمس ده بحسه اكتر واخد الجزء بتاع الاكستروفيرت ده، اللي هو منفتح جدا على الحياة ومنفتح على الناس اوكي. شايف الشخصيات دي ازاي؟ احس تعرف حد كده اصلا؟ دايس في ناس كتير كده دايس في اي حاجة بس بحس برضو ان هو يعني هي حاجة حلوة طبعا، حاجة مريحة للاشخاص اللي حواليك. بس انت لازم تقف كده في نقطه يعني. بس بحسه ما فيش تفكير كتير يعني، بحسه يعني بيبقى الاكشن سابق التفكير.
بحسه دي حاجه، وبحسه ممكن شخصيته تتلغي شويه مع اللي حواليه. مش هيبقى عنده حاجه معينه يتكلم فيها، دي حقيقه. بس ما على حسب الناس اللي حواليه هم اللي هيوجهوه. يعني هو ما عندوش بلان واضحه، ما عندوش هدف معين عايز يعمله. لا واللي دايس في اي حاجه ده يعني ما يعني فاهم ما فيش حاجه بتضايقك، مفيش حاجه بتفرحك، فاهم يعني. قصدي ان هو يعني انت دايس، يعني انت ايه يعني انت كشخصيه ايه تجاه الموضوع ده. يعني يلا نفتح مشروع ماشي، طب يلا نقفله ماشي برضه. طب ما هو بقول لك هو ما عندوش خطه. مش ماشي يعني في الاخر كل واحد فينا مثلا بيعمل حاجه معينه، هو ماشي لهدف معين. فانت مثلا انا مثلا عندي هدف معين بحاول اعمله، انت جيت في النص فقلت لي تعالى نعمل حاجه تانية، ممكن اتحمس معاك. بس في نفس الوقت انا دايما شايف ان انا ماشي في طريق معين، فانا هاخد قرار اذا كنت هكمل ولا هحود معاك. لكن هو بقى اكتر هو ما عندوش الخط الاساسي ده، فبيحود بس. اوكي. وعكسه اخر شخصيه بقى في ال9 شخصيات اللي هو الانديفيدواليست. هو شخص فردي جدا، يحب يقعد يشتغل لوحده، مايل اكتر للانتروفيرشن عن الاكستروفيرشن، يعني منطوي شويه. ده اللي هو بيبقى عميق بقى وشايف الناس كلها بتعمل حاجه. ايوه اللي هو جو وبيحب القرايه، وعارف انت الحاجات اللي بتتعمل لوحدها دي، اللي هو مش بينتراكت كتير مع الناس. بس الشخص ده بتشوفه بينظر شويه، لانه دايما شايف المنظر من المشهد من بعيد، فشايف الناس دي بقى كلها تافهه مش فاهمين حاجه، وانا الواحد اللي فاهم المؤامره الكونيه اللي بتحصل حوالينا، انتوا كلكم جزء منها. اكيد في كده. اكيد في ناس اللي بيوصلوا بقى للاكستريم خالص. بيوصلوا للحته دي، ودي حاجه بصراحه صعبه جدا. انا يعني اي شخص بالنسبه لي بيقعد ينظر وكده ده شخص مرفوض تماما. انا اي حد فاهم بيقول لي يعني بحس ان هو عايش في مؤامره. المؤامره موجوده في اشياء ما يعني، بس ان احنا نطبقها في كل حاجه ده الغلط. صعب قوي. صعب قوي بصراحه. يعني في طبعا مؤامرات بتحصل في حياتنا على المستوى بقى كمان السياسي وكده، لكن ان في اي حاجه في الدنيا. بس انا بحس لو فكرنا كده هنبقى نفضل تعبانين. يعني انا بقول لك المؤامره موجوده ولازم تبقى، يعني لو انت مثلا بتقرا في التاريخ وكده، فانت هتشوف ان طبعا حصل مؤامرات يعني على انظمه حكم معينه، لكن انت بقى تطبقها في اي حاجه. ما انا بحس في ناس تقول لك اصل مصر دي مصر دي الناس كلها بص عليها. يعني بحس ان الموضوع مش كده. ممكن يبقى في نظام حكم معين، مشهد يعني ممكن في نظام حكم معين الناس ضده فبيحاولوا يوقعوه مثلا. لكن مش حاسس ان احنا عايشين في امل ان الناس بص علينا يعني انا برضه لا. وبعدين في كده حاجه ان هو اي حد مثلا الناس مش عاجباه، يعني اي حد بيقول اي حاجه مش عاجب بالناس فبيروحوا قايلين عليه ايه ده جاي من ده تبع امريكا. والله كلنا تبع امريكا يا جماعه، مش هو بس يعني بلاش نخوض في النقطه دي. فانا يعني شايف ان هو الشخص الانطوائي ده بيبقى بعيد عن مش منغمس قوي، فقاري المشهد احسن مننا. دي حقيقه. قراراته دايما بتبقى احسن بكتير قوي واهدى. صح. لكن لو الليفل عالي معاه بس لدرجه ان هو شايف انه بيفهم اكتر من الناس دي، والناس دي كلها بتعمل ايه اصلا وبتاع، بيبقى صح تتحول معاه يعني. صح. بس انا مقتنع ان الشخصيات دي حاجه مهمه ان احنا نعرفها، ولا مقتنع ان هي طبعا مهمه جدا ان احنا نعرفها، ومقتنع اكتر ان هو كلنا بنلمسها في بعض من الاخر يعني. نوعا ما انت ممكن تلاقي صفات كتيره من هنا وصفات من هنا وصفات من هنا، فممكن فعلا تبقى واخد اكتر. وممكن في وقت ما تبقى كده وترجع تبقى انا شايف كده جدا. صح. وفتره دي في حياتك تبقى كده. صح. ومع الناس دي تبقى كده، ومع الناس دي تبقى شخصيه يعني فاهم. صح. احنا شخصياتنا عامه بتتغير. صح. اعتقد احنا كمان كرجاله ممكن شخصياتنا تتغير بالسن يعني فاهم. احنا بحس عامه مثلا جزء بالذات، يعني ممكن تلاقي واحد اللي هو الانثوسياست ده قوي ومتحمس وبتاع، لما يكبر شويه يبتدي يفكر اكتر مش عارف ايه، فيتحول يعني مع ان هم عكس بعض خالص. بس ممكن فعلا تلاقي واحد من هنا لهنا، لان هو عمره ما يبقى 100% كده، عمره ما يبقى 100% كده. وممكن كنت انت زمان مثلا من الشخصيات اللي بتتحمس تلاقي حاجه بتنطط في اي حته، لكن لما تكبر تهدى شويه. صح. فالشخصيه تتحول. صح. فاهم. هو في الاخر بس بجد المهم جدا ان انت تعرف انت على الاقل دلوقتي فين، وايه شخصيتك، وايه العيوب اللي انت شايفها. ومش لازم على فكره لو انا مثلا شخصيه معينه وطلع فيها 3-4 عيوب يبقى 3-4 عيوب فيا. يعني ممكن الاقي عيب واحد بس مجرد ان انا عرفته واشتغل عليه واحاول ان انا على قد ما اقدر اظبطه،
انا شايف دي اهم حاجه انت ممكن تعملها يعني. واهم حاجه بقى في الموضوع كله انت ما تستسلمش للعيوب اللي انت ممكن تكون شايفها في شخصيتك تقول اصل انا كده. ايوه لا دي طبعا حاجه انا متفق معاك جدا في الحته دي. يعني تقول انا عصبي اعمل ايه، فتقوم بقى تكسر الترابيزات. لا انا شايف طبعا تزعق في الموضوع مش مستاهل، تقول معلش يا جماعه اصل انا عصبي يعني. وشايف ان التغيير عامه هو بياخد وقت، نستحملك يعني عشان تتغير هياخد وقت بس مش صعب يعني. تتدرب عليه طبعا، وهيجي لك نكسات وهترجع وتروح. هو انا شايف ان دي الحياه عامه، ان انت لازم تروح وتيجي لحد ما تحاول قد ما تغير الطبع بتاعك ده. وموضوع الطبع بيغلب التطبع دي كلمات كده يعني حاطين نفسنا فيها قوي، لكنها مش حقيقيه والله. لا خالص. انت ممكن التطبع يغلب الطبع عادي لو صح. انت عايز ده يعني. ولو استمريت عليه وقدرت فعلا تتغلب على الطبع ده هتتغلب يعني. بالظبط. وبعدين كان في كده جمله كانت انجلش قريتها كانت حلوه، بيقول لك if it's important to you will find a way. صح. if it's not important you will find an excuse. دي في الحياه عامه بقى. صح. يعني لو الموضوع مهم بالنسبه لك هتلاقي طريقه تعملها. لو مش مهمه هتلاقي عذر كده يخرجك يعني، رايح دماغك منه. صح. والجمله دي ممكن نستخدمها في الفيديو الجاي بتاع راس السنه. ماشي يلا تبقى حلو. يعني احنا عاملين فيديو كده اشرحه انت مش قادر. فيديو عن راس السنه. خلاص بس الساعه بقت 2 فجبنا اخرنا. هنسجل يا جماعه في مواعيد غريبه، مواعيد قاسيه يعني. مواعيد قاسيه جدا، الساعه 2 بالليل دلوقتي بجد. بس في فيديو بقى بتاع راس السنه اتكلم بقى على فكره الاهداف بقى ده الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. ده اخر فيديو في السيزون ده يا جماعه، ده الفيديو رقم 10 في السيزون ده. لا ده 10 واللي جاي 11. ده اللي ما هو الفيديو اللي جاي بتاع السنه ده منفصل عن السيزون شويه. اوكي ده لوحده فايناله كده. اوكي الدنيا قبل ما نبدا السيزون الجديد في السنه الجديده ان شاء الله. فجأات بقى وبتاع وحركات بس حاجه تانية. انا شايف لمينا الشخصيات نوعا ما استغلنا يا جماعه بنعمل فيديو ده عشان نقول عامل فيديو عن الشخصيات في الشانل بتاعته ونكسر الدنيا. الحمد لله. خشوا شوفوا بجد جامد قوي يعني. فبس قولوا لنا هحط لينك التيست وقولوا لنا شخصيات ولينك فيديو الشخصيات بتاعك عشان الناس تفهموا اكتر. ماشي اوكي ماشي اوكي خلاص ماشي. وقولوا لنا كده طلعتوا انهي شخصيه من ال9 شخصيات ومقتنعين اصلا بالموضوع ولا الموضوع كله كلام علمي بلا اي حاجه على ارض الواقع يعني. بالظبط كده. يلا نشوفكم بقى في الحلقه الجايه. سلام.